ده مش شخص عادي، ده أشهر سفاح في التاريخ. تعال احكي لك قصة أشهر سفاح في التاريخ. زودياك السفاح، اسمه مستعار لقاتل متسلسل مجهول الهوية. في أواخر الستينات واجهت الشرطة الأمريكية سلسلة من الألغاز حول مقتل أشخاص بدون التعرف على الجاني الحقيقي. 5 ضحايا تم التعرف عليهم في منطقة خليج سان فرانسيسكو في الفترة من ديسمبر 1968 لأكتوبر 1969. زودياك كان بيرسل رسائل ساخرة للصحف فيها رموز وشفرات. أرسل 4 شفرات، 2 بس اتحلوا، منهم شفرة اتحلت سنة 2020 والباقي لسه ما اتحلش لحد دلوقتي. كان بيهدد الصحف لو ما اتنشرتش الرسائل بتاعته هيقوم بتفجيرات وقتل ضحايا جدد. زودياك قتل أكتر من 37 ضحية، كان بيعتقد إن هو بيعمل فيهم معروف وبيرسلهم للآخرة. تخيل، بالرغم من إن زودياك نفسه توقف عن إرسال الرسائل والشفرات دي سنة 1974، إلا إن القضية فضلت مفتوحة لحد سنة 2007. ضحايا زودياك: في 20 ديسمبر 1968 تحديدا في بحيرة هيرماند، كان في ولد وبنت قاعدين في عربية أمام الطريق المؤدي للبحيرة. قبل ما يفاجئهم زودياك ويهجم عليهم، قتل الولد برصاصة مباشرة في راسه. البنت خرجت من العربية وجريت بتحاول تهرب، لحقها ب5 رصاصات في الظهر. خرج زودياك الولد من العربية ورماه على الأرض وخد العربية وهرب. قبل ما تكتشف الجريمة، سيدة بتسكن بالقرب من الحادثة وبلغت الشرطة فورا. في 4 يوليو سنة 1969 الساعة 11 مساء في منتزه الصخرة الزرقاء بالقرب من فاليجو، كان زوجين قاعدين في العربية قبل ما يتفاجئوا بعربية تانية بتقرب منهم. ثواني كأنها بتستكشف مين اللي كان في العربية، وبعدها مشيت ورجعت بعد 10 دقايق، وخرج منها شخص ماسك مسدس وكشاف يدوي وتوجه للباب الجانبي للعربية ووجه الكشاف عليهم، وأطلق مباشرة على الزوج 5 طلقات اخترقت جسده وأصابت الزوجة. وبعدها مشي القاتل مسافة مش بعيدة لحد ما سمع صوت مكتوم من الزوج بيتقلب. رجع القاتل وأطلق عليهم رصاصتين كمان وخد عربيته وهرب. تاني يوم الظهر اتصل شخص بالشرطة وادعى انه المسؤول عن الجريمة دي وان هو كمان المسؤول عن جريمة بحيرة هيرمان. الشرطة وصلت لمكان الجريمة علشان يلاقوا الزوجين لسه ما ماتوش وبسرعة ينقلوهم للمستشفى. الزوجة توفت، والغريب ان الزوج لحقوه ونجا رغم ان الاصابات كانت مباشرة على الزوج. الشرطة تتبعت مكان الاتصال واكتشفت انه من كابين التليفون في محطة بنزين بالقرب من مسرح الجريمة. في 27 سبتمبر 1969 تحديدا في بحيرة برياسة، كان في زوجين بيتمشوا في الحديقة، اتفاجئوا بشخص لابس نظارة ودرع على صدره مرسوم عليه صليب وماسك سيف اعترض طريقهم. قال لهم ان هو عايز كل المال اللي معاهم. بعدها اداهم حبلين، امر الزوجة تربط زوجها وبعدها ربط هو الزوجة. الزوج حاول يفك الحبل اللي ما كانش مربوط كويس، ولكن الشخص ده فاجئهم بطعنات بسكين للزوجين الاتنين وسابهم ومشي. بعد شوية كان في راجل وابنه خارجين يصطادوا، سمعوا صوت صراخ الزوج بيطلب المساعدة، وبالفعل الراجل طلب الشرطة واتنقل الزوجين للمستشفى. الزوجة كانت فاقدة الوعي وفشلت كل المحاولات لإنقاذها، والزوج هو اللي نجا وحكى للصحف الحادثة دي. واتصل شخص برضه بالشرطة وقال لهم إن هو المسؤول عن الجريمة. الشرطة راحت لمكان الاتصال اللي كان قريب من مسرح الجريمة وطبقت البصمات من الهاتف، بس ما لقوش البصمات دي لشخص مسجل عندهم. حوادث كتير حصلت بالشكل ده، وكان زودياك بيتصل بالشرطة يعرفهم بالجريمة كأنه كان بيفتخر بأفعاله دي والغموض وحالة الرعب اللي كانت في المجتمع ساعتها بسبب جرايمه. الشرطة خلال سنوات ما قدرتش تمنع الجرائم دي أو تتعرف على مين اللي عملها. كل ده كان بيخليه يكمل ويزود ضحاياه. من الرسائل اللي كان بيبعتها زودياك للصحف، رسالة كان بيهدد فيها بقتل أطفال في أتوبيس المدرسة. الرسالة كانت بتقول: اطلق النار على العجلة الأمامية ستجد الأطفال يطيرون في السماء، وكان كاتبها على قطعة من قميص أحد ضحاياه.
وكان بيبعت رسائل خلف غلاف بطاقات تهاني مكتوب فيها شفرات ورموز غير مفهومة مع توقيع الزودياك. وفضل كده لسنوات عديدة يبعت رسائل للصحف والشرطة كلها ألغاز وشفرات وبعض أسماء ضحاياه في كل رسالة. الشرطة فضلت سنوات تبحث عن هوية الزودياك. البحث ده طال مشتبهين كتير ومفيش تأكيد إن حد فيهم هو الزودياك، علشان يفضل الزودياك القاتل المتسلسل لغز ما اتحلش لحد دلوقتي.